اخبارك ايه يا ابو الصحاب؟ بقالي كتير مشفتكش يا صاحبي. مشاغل والله منس، معلش يا صاحبي، انا مقصر معاك اللي من دول. طب ما فيش نكته جديده كده يا ابو الصحاب كده تفوق علينا الدنيا، بدل ما هي على الدنيا عماله تدينا على قفانا كده. هنا يا زمولكس، هي نكتة قديمة بس حلوة، بحبها اوي النكتة دي. قول يا ابو الصحاب قول، النكت بتطلع من بقك زي العسل. في مرة واحد بيسأل واحد، بيقول له: ما هو القضاء والقدر وهو ايه نصيبه؟ قال له: القضاء والقدر لما يكون حماتك ماشية وتروح واقعة في البحر. قال له: ايه هي النصيبة؟ قال له: النصيبة بقى لو طلعت. واحده كمان والنبي يا صاحبي. مرة طيار نسي الميكروفون مفتوح، فالركاب سمعوه بيقول: أنا هتغدى وهبوس المضيف. فالمضيفة سمعت قامت جري عشان تطفي الميكروفون، راحت متكعبلة في رجل واحدة كبيرة. فاللولية الكبيرة قالت لها: ما بالراحة يا سافلة، ما هو قالك هيتغدى الأول. واحده كمان والنبي يا صاحبي. مرة واحد أقرع حس إن في حاجة ماشية على دماغه، فبيحط إيده لقى نملة، فجاي يشيلها، قالت له: النبي استنى يا عم هتغرزوا عليها. واحده كمان عشان خاطر يا ابو الحناكيش. أنا زمولكس، بس الناس بس تقدرنا وتعمل لنا لايك ويشترك في القناة، واحنا هنضحككم للصبح. يلا يا زموليكس منك له اللايك الجميل والاشتراك في القناه علشان تدعمونا وعشان الفيديوهات توصل لكم. رمضان كريم، ربنا يكرمكم. خلاص يا زمولكس، احنا عاملين نحرق في نفسنا ومحدش بيقدرنا. كل شوية عمال نقول لهم اللايك يا جماعة، اللايك يا جماعة، مفيش حد معبرنا خالص. ما تقلقش يا ابو الحناكيش، ان شاء الله هنستمر برضو، وان شاء الله هنوصل، وان شاء الله الناس هتقدرنا. في حياتك ان شاء الله يا زمولكس. ان شاء الله بالحناكيش انا متفائل، والناس هتقف جنبنا ومصيرنا هنوصل، وان شاء الله هنستمر برضو. ان شاء الله يا صاحبي، عشان ده بقى اكل عيشنا خلاص، مفيش غيره. ويا ريت الناس تشجعنا علشان نعرف ناكل عيش. ربنا يكرمكم. ادينا نقطة الختام بقى يا ابو الحناكيش علشان نضحك الناس. عيني ليك يا ابو الصحاب انت والناس. مرة واحد امريكي وواحد مصري، فالمصري بيسأل الامريكي بيقول له: انت بتعمل ايه بالنهار؟ قال له: بالنهار سايق همر وبالليل قاعد مع قمر. فالامريكي بيسأل المصري قال له: انت بتعمل ايه بقى؟ قال له: بالنهار سايق تريلا وبالليل قاعد مع غوريلا. سلام يا احلى جمهور، تصبحوا على خير، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك.